الجزائر تراسل الكاف بسبب المنتخب المغربي لأقل من 17 سنة وتطلب معاقبته لهذا السبب، ولكن قبل أن نبدأ ندعوك للإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تنتظر الجامعة المغربية لكرة القدم رد الاتحاد الأفريقي لكرة القدم للحصول على ترخيص للسفر عبر رحلة جوية مباشرة للجزائر تأهبا للمشاركة في كأس إفريقيا لأقل من 17 سنة، والتي ستجرى أطوارها في الجزائر خلال فترة ممتدة ما بين 29 أبريل إلى 9 ماي المقبل. عبرت الجامعة الملكية لكرة القدم عن تشبثها للسفر إلى الجزائر عبر رحلة جوية مباشرة، حيث طالبت الاتحاد الأفريقي بالترخيص لطائرة المنتخب المغربي بولوج الأراضي الجزائرية للمشاركة في البطولة. وفي هذا الصدد كشف موقع لاباتري نيوز الجزائري على أن اللجنة الجزائرية المنظمة لكأس إفريقيا لأقل من 17 سنة وجهت رسالة للاتحاد الأفريقي لكرة القدم مطالبة إياه بمعاقبة المنتخب المغربي. وحسب ذات المصادر فاللجنة المنظمة لهذه البطولة أعلمت الكاف أن جميع المنتخبات المشاركة وصلت إلى الجزائر قبل 3 أيام من بداية البطولة غير المغرب، وهذا ما يخالف قرارات الكاف. وأنت في رأيك هل يحق للمنتخب المغربي طلب رحلة جوية مباشرة للمشاركة في التظاهرة؟ ننتظر آراءكم في التعليقات.